خلاص بقى يا بابا عشان خاطري ما تضايقش نفسك. لا مفيش حاجه يا حبيبي، مفيش حاجه. انا بس ندمان ان كل اللي انا عملته هو ان انا قطعت الشيك ورميته في الشغل. فاكر ان انا كده بحافظ على كرامتك وبرد لك اعتبارك قصاد العجرفه وقله الذوق، انما انا لو اعرف ان هم داسوا عليكي وعلى كرامتك قبل ما يخبطوكي بالعربيه ده انا كنت. خلاص بقى يا بابا عشان خاطري، عشان خاطري ما تضايقش نفسك. انا بجد عايزاك تنسى كل اللي حصل في مكتب المدير ده خالص. انسى ايه بس يا شوشو؟ انا من ساعه ما عرفت الجدع ده عمله معاك الود ودي اروح اعكشه من رقبته واكله بسناني. اقسم بالله قلت اللي في قلبي يا بابا، وديني هناك وانا هديله علقه موت هفرتكه. اه طبعا حلو قوي عشان تتحبسوا انتوا الاثنين والعيله تبقى اتشردت، بس انا كرامتي اتحفظت. انتي صح، عندك حق، لا ضرب ولا مشاكل. احنا ننزل لهم بوست على الفيسبوك نفضحهم ونشردهم، وساعتها هيدفعوا قد الشيك اللي بابا قطعه 10 مرات. بس يا هبله انت كمان يا جماعه، انا مفيش اي حاجه من اللي انتوا بتقولوها دي هتحفظ لي كرامتي على فكره. الشغل يا بابا ان انا اشتغل في مكان تاني وانجح قوي واثبت نفسي، وده هيقهرهم على الخساره اللي خسروها. الله عليك يا حبيبه ابوكي. الله عليك انت والله عليك انت وحاجه، يعني الله عليكم انتوا الاثنين والله. بس انا شايفه يعني ان الخساره اللي بجد فعلا ان بابا ما جابش العود معايا. عود؟ عشان نكمل بقى الفيلم العربي كده اللي احنا فيه، يدينا كده حته نهاوند عن الخساره والحسره والتحدي. تيرارارا. هو على ايه ده كله بقى؟ انا ممكن امسك دماغك استخدمها كبومب يا بابا انا حساب اسود على فكره. ايه ده؟ وطوا صوتكم شويه، ايه الهيصه دي؟ انتوا في مستشفى مش في الشارع. تعالي يا ماما اسمعي شو بتقولي وانتي هتصوتي زينا. ايه خير؟ والله احلى كلام اتقال النهارده. هتشتغلي يا حبيبتي وهتنجحي وهتحصري الجن الازرق على ان هو ما خطفكيش. بس مش هتشتغلي بقى مراسله وتقارير والكلام اللي مش جايب همه ده، لا. هتشتغلي في المكان اللي يستحقك، وده اللي انا قلته من الاول. مفيش غير الاذاعه المصريه عندي. الاذاعه؟ طبعا. تاني يا بابا؟ تاني وتالت وعاشر. حبيبتي الصوت الجميل ده والروح الخفيفة والدماغ الجبارة محتاجة إلى الميكروفون، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. وهتشتغل ايه يعني في الاذاعه ان شاء الله؟ ابله فضيله؟ بس يا حمارة احنا نطول نبقى قبل فضيلة أي حك وخلاص. الإذاعة مش عايز أسمع نص كلمة. الإذاعة دي هي اللي أكلتكم وشربتكم وعملتكم بني آدمين. ماشي يا بابا، هو كتر خيرها وكل حاجه، بس يعني الجو ده بقى قديم وفاكس قوي. فاكس؟ بس لو 100.6 يبقى قشطه جدا. او 90 بيجيب اغاني حلوه قوي واعلاناتها مش كتير. لا والله 90 مين يزود؟ انتوا مالكم انتوا داخلين ايه في الموضوع؟ انا بكلم بنت ابوها، ست ابوها، حبيبه ابوها دي. وانا موافقه. ايه؟ انت بتتكلمي بجد يا شوشو؟ طبعا، وهو انا طول ان انا اشتغل مع حبيب قلبي. حبيبتي والله حبيبتي. انا قلت برضو ان العود هيعمل لنا جو لطيف جدا. استنى يا عبد الله، ما تنفش ريشك قوي كده وتفتح صدرك. انت مش كنت قايل ان ما فيش اساسا تعيينات ولا حتى عقود مؤقته؟ الكلام ده يتقال لحد تاني، مش للناس اللي بنت، مش للناس اللي شالت الاذاعه على كتافها. يا مدام حضرتك بتكلمي المهندس عبد الله الفلاني، انا الاذاعه المصريه.